السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه جيهان. نتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم تحليه بحجم عائلي بالبسكوي والفريز. كتجي صراحه لذيذه وزوينه بزاف. هاد التحليه هذه ادمان، انا وليداتي كتعجبهم بزاف، وكنظن كلشي الوليدات غتعجبهم هاد التحليه هذه، وحتى الكبار علاش لا، حيت اغلبيه الوليدات كيعجبهم بحال هكا الفريز مع البسكوي. وكما قلت لكم اقتصاديه وكتعطينا كميه اللي هي مزيانه. انا متاكده الا جربتوها غادا تعجبكم وتعجب وليداتكم، توليو تقادوها وتعاودوا تقادوها. ولا عجبكم الاقتراح ديال اليوم، الله يجازيكم بخير. ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، تخلوا لي التعليقات ديالكم حيت كيهموني بزاف. خليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا هذا المول ديال الدجاج. نتوما تخدموا باي مول بغيتو، اولا يمكن لكم ديروا غير في شي سوبيره اولا شي حاجه، حيت ما غاديش نطيبوا هاد التحليه هذه. خديت هنا كيف ما شفتوا معايا داك البسكوي ديال درهم. خديت منه 5. نتوما غادي تخدموا باي بسكوي عندكم اولا البسكوي اللي كيعجبكم تخدموا به هاد التحليه هذه. صافي درت هنايا كيف ما شفتوا جوج ديال الصفوفه، واحد فوق واحد. صافي غادا نستف البسكوت ديالي بهاد الطريقه هذه. نتوما شوفوا شي بسكوي بحال هكا اللي ما يكونش مهرس، انا ما رديتش ليه البال الصراحه الوقت اللي شريته من الحانوت. صافي غادا نحط المول على الجنب. غادي واحد الكاسرونه غادا ندير فيها 5 المعالق ديال السكر سنيده، وغادا ندير 6 المعالق ديال البودره ديال الكريم باتيسير. صافي غادا ناخذ وغادا نزيد واحد الكميه ديال الحليب. انا غادا نخدم بإطرة الحليب. هنايا حركت قبل السكر مع البودره ديال الكريم باتيسير. غادا نزيد كميه قليله ديال الحليب، ما غاداش نزيد الكميه كلها في مره. صافي وغادا نخلطهم مزيان بحال هكا بالطراب حتى كيبانوا هذاك المكونات اندمجوا مزيان، ما بقاو فيه لا كويرات لا حتى شي حاجه. غادا نزيد عفوا الكميه اللي بقات ديال الحليب. صافي وغادا نحطهم فوق البوطه على عافيه اللي تكون مهيله، ونبقى نحركهم مزيان. انا حتى حطيته فوق البوطه عاد طاحت عليا واحد الفكره. غادا ناخذ هاد الخليط هذا وغادا نقص منه واحد الكميه. نتوما غادي تاخذوه وغادي تقسموه على جوج، من بعد غادا نقول لكم علاش. صافي غادا نطيب غير النص ديالو. صافي كنبقى نحركو على عافيه مهيله، وكيف ما كنقولوا يدنا ويد التحراك، ما نزكوش عليه من التحراك باش ما يحتلش لينا في القاع. صافي هنايا غادا نفرغ داك الخليط فوق داك البسكوي. بالنسبه للبسكوي اللي ما بغاش تبقى فيه واحد شويه ديال القرمشه، ما كيبقاش مقرمش كاع بمره، ولكن ما كيجيش رطب بزاف بحال اللي الا خديناه ودرناه في الحليب. اللي ما بغاش يجيه فيه داك شويه ديال القرمشه غادي ياخذو غادي يديروا في شويه ديال الحليب، عاد ديروه في داك المول. صافي هنايا عندي واحد الكميه ديال الفريز اللي خديتها وقطعتها بهذه الطريقه هذه. كنحيد ديك النباته وداك الراس الا كان بحال هكا مازال ما طيبش مزيان حتى هو كنحيدو. صافي وقطعته على الطول وغادي نستفو فوق الكريمه. هنايا الكريمه راه خليتها تقريبا واحد 15 دقيقه حتى بدات كتجمد، بدات كتماسك. عاد سفت فوق هذا الفريز هذا باش ما ينزلش ليا في الوسط ديالها. بغيتو بحال هكا يبقى زاقي في الفوق ديالها، ما ينزلش لداخل. ويمكن لكم حتى ديروا الكريمه هي الاولى عاد ديروا البسكوي، عاد تستفوا فوقها الفريز. صافي هنايا خديت النصف الثاني ديال البسكوي اللي كنت خليت حيت ما درتش كلشي في الاول. صافي وغادا حتى هو نحاول باش غادا نستفو مزيان من الوجه. واخا هنايا راه ما جاوني جوج ديال الطبقات مقادين، ولكن ماشي مشكل، غادا نستف غير داك الكميه اللي عندي. صافي بهذه الطريقه هذه. ومن بعد غادا ناخذ داك الفريز اللي بقى وغادا نقطعو مكعبات صغار. نحاولوا نقطعوه مزيان. غادا ناخذو غادا نديرو من الفوق. صافي بهذه الطريقه هذه غادا نسرحو غير بشكل عشوائي. صافي غادا نسرحو على الوجه. بغينا نقطعوه بحال هكا رقيق باش في الوقت اللي نبغيو نقطعو التحليه ديالنا ما يعنكشناش كيف ما كنقولوا في التقطاع، حيت الا خليناه بحال هكا شرائح طوال غاديش يتقطع لينا مزيان. صافي هنايا من بعد عاد خديت داك الكريمه اللي خليتها بلا طياب في الاول. كيف ما قلت لكم نتوما حاولوا ديروا النص من الاحسن. صافي خديتها ورجعتها فوق البوطه حتى طابت. صافي وفرغتها من الفوق. انا هنايا كيف ما شفتوا حيت ما قسمتش الكريمه على جوج، جاتني الكميه شويه قليله من الفوق، ما غطاش ليا داك الفريز وداك البسكوي. داكشي علاش انا خديت وعاود زدت واحد الكميه واحده اخرى باش غادا نديرها من الفوق. غادا نخلي هاد التحليه على جنب. واخا راها بدات كتجمد. هنايا درت نص
ديال البودره ديال الكريم باتيسيه، والنص درتو بالنشا. درت غير نص لتر الحليب صافي، ودرت فيه 3 المعالقات بين البودره ديال الكريم باتيسيه وبين النشا صافي، ودرتو من الفوق صافي. خليته حتى بدا كيبرد، احتفظت به غير فوق سطح العمل حتى برد مزيان. عاد زينته بداك الفريز من الفوق، قطعته بديك الطريقه. نتوما التزيين كيبقى لكم الاختيار. صافي غطيته بواحد البلاستيكه ودخلته للثلاجه، خليته حتى برد مزيان. ضروري تغطيوه باش يبرد لكم مزيان وما ياخذش لكم ديك الريحه اللي كتكون في الثلاجه. صافي هنايا بعد ما بردت ديك التحليه مزيان، غادا ناخذ وغادا نقطعها معاكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. راه هاد التحليه هذه بهاد المقادير هادو يمكن لكم ديروها على شكل فردي، ديروها بحال هكا في كويسات او لا في زليفات. صافي هنايا بعد ما قطعت انا صراحه جاتني معنكشه باش غادا نهز التحليه من الجهه الاخرى، ما لقيتش كيفاش ندير مع التصوير، داكشي علاش دورت المول حتى هزيتها. صافي هانتوما كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه وكيبقى داك البسكويت فيه واحد شويه ديال القرمشه، وداك الفريز في الداخل كيعطيها واحد المذاق زوين. وحتى هذاك اللي في الجناب الوليدات راه كيعجبوهم بزاف بحال هاد التحليات هادو، وحتى حنا الكبار علاش لا. كيف ما قلت لكم الا بغيتو داك البسكويت ما يبقاش لكم مقرمش، اللي ما كيعجبوش يبقى مقرمش، غادي تاخذوه وغادي تغطسوه بحال هكا في الحليب، عاد تحطوه في المول. انا كل مره واشنو كندير، انا صراحه كيعجبني هذا اللي كيبقى داك البسكويت كيبقى باين في الداخل في الماكله ديالو، كيبقى شويه مقرمش ولكن مش ديك القرماشه اللي كيكون فيها فاش كيكون قبل ما نديرو في التحليه. هانتوما الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. كيف ما قلت لكم هاد التحليه هذه راه كتعجب الوليدات بزاف. انا كيف ما كنصاوبها كتسالى في ساعتها، ما كتبقى منها حتى شي حاجه بكثرة ما كتعجب الوليدات. بغيتكم في الصراحه تجربوها حيت غادا تعجبكم وتعجب وليداتكم، وما فيها باس. وانتم كتفرجوا تخليو لي واحد اللايك للفيديو، تخليو لي التعليقات والاراء ديالكم، حيت والله العظيم الا كنحس براسي بحال شي هبيله كنبقى هضره غير بوحدي في الفيديو، ما كتخلوش لي التعليقات والاراء ديالكم. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.